النهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من الانترودكشن. الجزء الثاني هو بيتكلم عن الجوفرننج ايكويشن. طيب الجوفرننج ايكويشنز اللي هي خاصه بالفلويد ميكانكس بشكل عام. ايه هي الجوفرننج ايكويشن اللي هي خاصه بالفلويد ميكانكس، واللي هي بالمناسبه هتفيدنا كتير اثناء الترم، وهي كانها هي البيزكس اللي احنا بنبني عليها يعتبر المنهج بتاعنا. احنا المفروض عندنا 3 معادلات رئيسيه قبل ما نيجي نخش في التفاصيل بتاعتهم. 3 معادلات بالنسبه لنا هما اللو of conservation of mass، أول زي ما احنا بنسميها كده اللي هي continuity equation، وتاني معادلة نفس الفكرة law of conservation بس المرة دي momentum اللي هو يعتبر بالنسبة لنا القانون التاني لنيوتن، وآخر حاجة خالص law of conservation of energy اللي احنا قلنا لو احنا بسطنا المعادلة دي هيديني برنولي equation. طب هي في الأصل ايه؟ هي في الأصل بالنسبة لنا الفيرست law of thermodynamics اللي احنا يعتبر كنا اشتغلنا عليه حبة مسائل المرة اللي فاتت. تبسيط بقى اللي هو او حبة الافتراضات زي ما احنا اتكلمنا للفيرست لو اوف ثيرموداينامكس هنقدر نستنتج منها برنولي ايكويشن. دي كده 3 معادلات الرئيسية اللي احنا هنشتغل بيها ان شاء الله حل المسائل بتاعت النهاردة. طيب هو المفروض في الاثبات بتاعهم انت كنت دايما في الفلويد برضو عشان تبقوا انتوا فاهمين اصلا احنا ليه استخدمنا اصلا القوانين دي. احنا طول ما احنا كنا شغالين في الفلويد كنا بنشتغل على كنترول فوليوم. طيب خلينا نفهم اصلا الفرق الاول بين الكنترول فوليوم والكنترول سيستم او الفلويد سيستم عشان نعرف نوصل الفكره بتاعه الايكويشنز دي. احنا بالنسبه لنا في عندنا مثلا مجموعه من الفلويد دوت مثلا بالمنظر ده كده. هنفترض ان انا عندي سيستم بالشكل ده اي شكل ما، والسيستم ده عايز ادرس الفلو اللي موجود جوه السيستم، فيعتبر كاني قطعت جزء كده من الحته اللي موجوده في السيستم هنا عندي، والجزء دوت الفلو بيمشي جواه. فده كده بالنسبه لنا هو بالنسبه لنا عباره عن كنترول فوليوم. طيب الكنترول سيستم بقى او الفلويد سيستم اللي هو يعتبر اللي احنا كنا بنسميه لاجرانيشن ابروتش. ان انت المفروض كنت بتعمل ايه؟ كنت بتاخد بارتيكل صغيره كده من الفلويد، والبارتيكل ديت انت يعتبر كأن انت واقف هنا اوبزرفر كده وبتبص عليها من بعيد. والبارتيكل الصغيره ديت طول ما هي مثلا بتتحرك انت عينيك قاعده تروح على على الحركه بتاعتها عند كل فتره زمنيه معينه اسمها دلتا تي. طب هنا في الكنترول فوليوم لا، انا عندي جوه الفلويد عندي مجموعه بارتيكلز كتيره جدا، ومجموعه البارتيكلز دي اعتبرتها حاجه اسمها كونتينيوم فلو. كونتينيوم فلو يعني ايه؟ يعني كلهم على بعضهم كده، كل البارتيكلز دي كلهم كتله واحده او حته واحده زي ما بنقول كده، والحته الواحده دي قاعده تتحرك من مكان لمكان بشكل يونيفورم. تمام. فانا بدرس ايه؟ بدرس الكنترول فوليوم او الحته اللي انا قطعتها من السيستم دي كلها كانها قطعه واحده، كانها جزء من البارتيكل دي. طب ليه انا عملت كده في الكنترول فوليوم؟ عشان اكيد سهل بالنسبه لي لما اخد جزء كبير من الميه مثلا او الفلويد يعني ادرسه، غير لما اخد جزء واحد بس من الفلويد ادرسه. انا عشان اخد جزء واحد من الفلويد ادرسه الموضوع هيبقى صعب جدا كابليكيشن. طب لما اخد جزء كبير من الميه ادرسه الموضوع هيبقى اسهل ليا بكتير. فطبعا الايليرنيان ابروتش اللي هو يعتبر الكنترول فوليوم بيكون مناسب اكتر في الابليكيشنز وسهل اكتر في التطبيق. اما في الجزء بتاع اللي هو اللاجرانشن ابروتش بيكون اصعب شويه كابليكيشن. بس مين الادق؟ مين المور اكيوريت؟ هو بالنسبه لنا المور اكيوريت طبعا هو الجزء الثاني اللي هو يعتبر اللاجرانشن ابروتش. فاحنا بالنسبه لنا زي ما قلت كده في الفلويد، احنا كنا في الفلويد دايما بندرس كنترول فوليوم، وبنعتبر الكنترول فوليوم دوت كنا بنقول عليه هو ده السيستم بتاعنا. فده كده بالنسبه لنا في الجزء ده. طيب انا بقى في واحد اسمه رينولد، ورينولد دوت انتوا اكيد سمعتوا اسمه كتير يعني في الفلويد. رينولد دوت حب ان هو ياخد الميزه بتاعه الكنترول فوليوم وياخد الدقه بتاعه الكنترول سيستم او الفلويد سيستم دي ويحطهم في صوره معادله ويجمعهم بحيث ان هو يقدر يجيب المعادله الخاصه بالماس والمعادله الخاصه بالمومنتوم والمعادله الخاصه بالانرجي. فهو عمل ايه؟ هو اعتبر برضو ان انا عندي كنترول فوليوم برضو بنفس الشكل كده، كنترول فوليوم مثلا كده، ده كده كانه هو الكنترول فوليوم من غير ما اظلل بس عشان هرسم جواه حاجه تانية. واعتبر ان الكنترول فوليوم دوت عند تايم معين، والتايم دوت سماه تي.
طبعا هو عارف التايم دوت عباره عن ايه. وطبعا في انلت معين هنا، وفي هنا اوتلت معين برضو في الجزء ده. وبعد كده افترض ان الكنترول فوليوم بتاعنا دوت ده كده بالنسبه لنا لو كتبته بالازرق كده ده كده كل دوت هو الكنترول فوليوم. افترض ان انا هحرك الكنترول فوليوم ده كله كده على بعضه بمقدار مثلا بعد فتره زمنيه معينه بمقدار تايم عند تايم تي بلس دلتا تي. ودلتا تي طبعا ديت ايه قيمه صغيره جدا من الزمن. فهنفترض مثلا ان انا عندي الشكل بتاعي كأن انا حركت السيستم كده شويه بالمنظر ده. فيعتبر انا حركت السيستم وبقى الجزء الاحمر الجديد دوت هو دوت بالنسبه لنا الكنترول فوليوم في الحاله الجديده. احنا لو خدنا بالنا ايه اللي حصل، ايه الفرق بين الكنترول فوليوم اللي هو في الحاله دي والكنترول فوليوم اللي هو في الحاله الاولانيه. الكنترول فوليوم اللي هو في الحاله الثانيه يعني المفروض دي تبقى بعد دي مش كده بشويه عشان برضو يبقى ايه الرسمه بس دقيقه شويه. اللي حصل ان انا بعد فتره زمنيه معينه انا يعتبر عندي جزء صغير كده من السيستم بتاعي بقى موجود في الحته دي، وجزء تاني ما بقاش موجود اللي هو الجزء ده. فالجزء الاخضر ده مش موجود تبع الكنترول فوليوم اللي هو بالاحمر، والجزء اللي هو اللبني شويه دوت ده موجود في الكنترول فوليوم الجديد بتاعنا. فهو المبدا بتاع رينولد ترانسبورت ثيورم ان هو يعتبر عمل ايه، عمل كأن كل ده بالنسبه لنا كأنه كنترول سيستم اللي هو الجزء دوت بالنسبه لي اللي هو الاحمر ده. ليه هو اعتبره كنترول سيستم بدل ما هو كان كنترول فوليوم؟ هو كنترول فوليوم في الحاله الجديده بس هو يعتبر كانه كنترول سيستم. ليه؟ لانه اعتبر ان الكنترول فوليوم ده كله اعتبره كانه زي البارتيكل دي، وبدا ان هو يتتبعها زي الاوبزرفر اللي موجود عندنا هنا ده بالظبط بعد زمن ايه دلتا تي. نفس الفكره بالظبط بتاعت لاجرانجيان ابروتش بس يعتبر طبقها على كنترول فوليوم بدل ما طبقها على ايه على بارتيكل. هي دي الفكره كلها في الايه في رينولد ثيورم. فانا كده عندي كنترول فوليوم اللي هو الازرق اللي هو الثابت بالنسبه لي اللي ما بيتحركش. انت طبعا لما كنت في الفلو بتدرس كنترول فوليوم كان الكنترول فوليوم بتاعك ده ما بيتحركش كان ثابت تمام. فهو بالفعل عنده كنترول فوليوم لونه ازرق ثابت ما بيتحركش، والكنترول سيستم بقى اللي هو يعتبر هيدرسه اللي هو باللون الاحمر اللي انا عملته ده. فهو عشان يدرس الكنترول سيستم دوت اكيد فيه هنا فرق عن الكنترول فوليوم اللي هو بالازرق. الفرق ده عباره عن ايه؟ ان هو هيضيف لو دي سميناها مثلا دبل اي ودي سميناها كده اي في الكنترول سيستم بقى بتاعي ده كانه هو عباره عن ايه؟ عباره عن الكنترول فوليوم اللي هو ده، وزودنا عليه الحته اللي هي دي اللي هي الدبل اي، وشلنا منه الحته ديت اللي هي بالنسبه لنا ايه الاي. هي ديت الفكره كلها في الاثبات بتاعنا. الاثبات يعتبر مبني على الجزئيه دي كده. يعتبر انا فهمتكم الكونسبت بتاع الاثبات بتاع الرينولد تمام، عشان برضو لو هو موجود عندكم في الامتحان تبقوا فاهمين بس الفكره. الباقي بقى كله يعتبر معادلات وانت بتبدا ان انت تعوض في المعادلات دي وخلاص. خليني كده اكتب بس المعادله النهائيه بتاعه رينولد. المعادله ديت المفروض في الانتجرال فورم، وديت يعتبر الانتجرال فورم اللي بنشتغل منها في معظم المسائل ان ما كانش كلها يعتبر كمان. ده كده بالنسبه لنا السيستم اللي هيدرسه. لقى في الاخر بقى ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن معدل التغير في الزمن بالنسبه لتكامل الكنترول فوليوم اللي موجود عندي في السيستم دوت. والكنترول فوليوم دوت بيساوي W في الرو في الدي فوليوم، وهنعرف ايه هي الدبليو وايه هي الان دلوقتي، بلس كنترول سيرفيس اللي هو بالنسبه لنا ايه بقى الكنترول سيرفيس اللي هو يعتبر هو في الاي ده في الجزء بتاع الاي اللي موجود عندنا دوت. بقى ايه اللي موجود عندي؟ يعتبر هو السيرفيس دوت. فهو بيعتبر بيدرس السيرفيس ده تمام، وبيدرس كمان السيرفيس اللي هو الجديد دوت بالمنظر ده كده. فده بالنسبه لنا سيرفيس ان، وده بيعتبر كانه سيرفيس اوت بيساوي الدبليو في الرو في السرعه دوت الان في الدي اي. طيب يعني ايه بقى؟ عايزين نفهم بقى كل حاجه في المعادله ديت بحيث ان احنا بعد كده لما نيجي نطبقها في اي معادله من الثلاث معادلات اللي احنا كتبناها فوق في الجوفرننج ايكويشن يبقى الموضوع سهل. اول حاجه عندنا اللي هي الان دي بالنسبه لنا اكستنسيف بروبرتي، يعني يعتبر او البروبرتي ديت بعتبرها ان هي عباره عن الدبليو في الام. فبالتالي الام ديت كانها هي مين؟ الانتنسيف بروبرتي بتاعتي اللي هي الدبليو دي.
تمام. فالدبليو ديت كانها هي الان بر ايه، بر يونت ماس او باي ام على طول. فانا بالنسبه لي مثلا لما اجي اطبق مثلا اول حاجه اللي هو الكونتينيوتي ايكويشن او اللو اوف كونزرفيشن اوف ماس، اللي انا هعمله هعتبر ان الان ديت بالنسبه لي هي الايه، الكتله، وبالتالي الدبليو دي هتبقى عباره عن ايه، عباره عن الام على الام، يعني بكام، يعني 1. فلما اجي اعوض في القانون اللي قدامك فوق ده، فانت يعني ريح نفسك وكبر دماغك واحفظ القانون اللي فوق دوت، ولما تعوز اي معادله من الثلاث معادلات هتعوض بيها عن طريق اللي هو الان والدبليو. فكده بالنسبه لي كأن المعادله الدي ام باي دي تي للسيستم بتاعي، وهنا بارشل باي بارشل تي للكنترول فوليوم بتاعنا للرو في الدي فوليوم، بلس تكامل الكنترول سيرفيس بتاع الرو في الفي دوت الان للدي اي. وهنعرف دلوقتي ايه يعني ايه الجزء دوت، بس خلينا بس في الايه، في البرانش ده كده دلوقتي. طيب انا بالنسبه لي لما اجي ادرس الكتله لتايم لسيستم موجود عندي، احنا كنا في الكونتينيوتي ايكويشن بعد ما كنا بنختصرها كنا بنقول ان احنا عندنا ام ان ماينس ام اوت بتساوي الدي ام باي دي تي، مظبوط كده؟ طيب هي الدي ام باي دي تي ديت كانت اصلا بتاعه مين؟ بتاعه الكنترول فوليوم نفسه. تمام. طب ليه بتاعه الكنترول فوليوم؟ لان ده بالنسبه لي هو ده الحاجه الثابته. تمام. انا عندي الكنترول فوليوم هو ثابت، والميه بتتحرك من ان لاوتلت، فممكن شويه ميه في الايه، في الكنترول فوليوم اللي هو السيستم دوت يتخزنوا. طب هنا في الكنترول سيستم دوت لا، ده هو اصلا بيتحرك معايا، يعني طول ما انا ماشي بالفلويد اللي هو اصلا قاعد يتحرك معايا، فاكيد معدل تغير الكتله بالنسبه للتايم لنفس الكتله اصلا اللي انا واخدها. يعني زي مثلا انا بمشي ب 2 كيلو جرام ميه من مكان مثلا 1 لمكان 2، فهو اكيد طول ما انا ماشي بيه هيفضل 2 كيلو جرام ميه. فبالتالي معدل تغير الكتله مع التايم بالنسبه للكنترول سيستم اللي انا هدرسه دوت هو بالنسبه لي صفر دايما. طب مين اللي ممكن يتغير؟ اللي بتاع الكنترول فوليوم نفسه. ليه؟ عشان احنا قلنا الكنترول فوليوم بالنسبه لي ثابت. يعني مثلا انا كان عندي البايب بالمنظر ده، بايب كبيره كده، وانا عندي كنترول فوليوم بالمنظر ده. الكنترول فوليوم ده بالنسبه لي ثابت، وانا عندي الفلو بتاعي ماشي بالمنظر ده كده. فالفلو دوت انا عارف ان هو مثلا 3 كيلو جرام ميه الكتله بتاعته، فهيفضل طول ما هو ماشي 3 كيلو جرام ميه. فلما اجي احسبه هنا هلاقيه 3 كيلو جرام، لما اجي احسبه هنا هلاقيه 3 كيلو جرام، لما اجي احسبه هنا هلاقيه برده زي ما هو. فبالتالي كل ما انا ماشي بيه هو زي ما هو. انما طيب مثلا في الكتله اللي انا درستها اللي هي الجزء ده، انا ماشي هنا انا عارف ان هو في بدايته ونهايته عادي 3 كيلو جرام، بس ممكن اثناء السيستم نفسه يحصل اي حبه تربلنس جوه السيستم اللي انا بدرسه دوت، فممكن الكتله تتغير في الجزء دوت بالنسبه للتايم، بس كقيمه ثابته هي بالنسبه لي الكتله اوفرول هي ثابته. حتى احنا بدليل ان احنا كنا بنقول لما الفلو بتاعي يكون ستدي كنا بنعتبر ان الدي ام باي دي تي في الكنترول فوليوم دي كانت بكام؟ بزيرو، وكنا بنقول ان الام ان بتساوي الايه؟ الام اوت على طول. طيب انا هنا لو اعتبرت ان الفلو بتاعي كان ستدي، فكده البرانش ده كله هيبقى بصفر، وانا اوريدي اصلا البرانش ده كده معايا على طول بكام؟ بصفر. فايه اللي اتبقى عندي؟ هو البرانش ده. طيب تعالوا كده نحسب البرانش ده كده لوحده عشان نقدر نوصل للقانون اللي فوق اللي احنا كاتبينه هنا ده. انا كده عندي البرانش بتاعي اللي هو كنترول سيرفيس المره دي للرو في الفي دوت الان للدي اي. هنعتبر ان انا عندي بايب برضو كده، وانا خدت بالنسبه لي في هنا انلت وفي هنا بالنسبه لنا اوتلت مثلا. فانا الفلو بتاعي ماشي في الاتجاه ده، وده كده بالنسبه لنا هو الانلت، وده كده هو بالنسبه لي هو الاوتلت. القانون ده معناه ايه؟ من غير التكامل، ما تعتبرش ان في تكامل، انا عايز بس احسب الجزئيه الصغيره دي. يعني ايه اصلا الرو بتاعتي زي ما هي حاسبها، وانا عايز احسب بس الجزء بتاع الفي دوت الان. الان دوت المفروض لو انتوا تفتكروا كده اللي هو اليونت فيكتور العمودي على المساحه والبره. تمام. يبقى هو بالنسبه لي يونت فيكتور عمودي على المساحه بتاعتي والبره. طب انا عندي الانلت المساحه بتاعتها هي دي، فهو انا عايزه يبقى عمودي على المساحه بتاعتي ويكون لبره، فهيكون في الاتجاه ده كده. فده كده الان فيكتور هنا. طيب بالنسبه للجزء الثاني ده الاوتلت بالنسبه لي، وانا برضو هختار اليونت فيكتور عمودي على المساحه والبره، فهيبقى بالنسبه لنا بالمنظر ده كده. ده كده هو الايه؟ الان. الفي دوت ان ديت يعتبر ايه؟ يعتبر هو ضرب قياسي زي ما احنا عارفين. فالبرودكت اللي عندي دوت لما اجي افكه اللي هو ده كان بيبقى عباره عن ايه؟ كان بيبقى عباره عن الفي في الان في كوزاين، اللي هو طبعا كماجنتيود، يعني الفي ماجنتيود في الان ماجنتيود في كوزاين الزاويه بين الان والفي. فانا عندي هنا انلت وعندي هنا اوتلت. طب انا عندي الفلو ماشي ازاي؟ ده كده هو الفلو.
فدايما اتجاه السرعه هو في نفس اتجاه الفلو، فهيكون اتجاه السرعه في الحاله دي ده كده اتجاه الفي 1 وده كده بالنسبه لنا نفس التطابق بتاع اللي هو الايه الان، ده كده اتجاه الفي 2. فالزاويه بين في 2 وان هنا بكام؟ بزيرو، والزاويه بين في 1 وان هنا بكام؟ ب 180. فلما اجي احسب الجزئيه دي اللي هو بتاعه الفي دوت الان، لما احسبها للانلت هتبقى بالنسبه لي في الماجنتيود بتاع الان اللي هو بكام؟ بواحد، لان دوت بالنسبه لنا ايه؟ يونت فيكتور، في كوزين الزاويه بينهم اللي هي ب 180 درجه، وكوزين 180 بكام؟ بسالب واحد، فهيتبقى لي عندي كده سالب الفي 1. تمام. طب انا عندي هنا الاوتلت، فالاوتلت بالنسبه لنا هيبقى برده نفس الفكره، كوزين الزاويه هتبقى المره دي بصفر، كوزين صفر بواحد، واليونت فيكتور عندي بواحد، والسرعه هتبقى زي ما هي، فهيبقى كانه زائد الفي 2. ده مضروب في الرو في الدي اي وتكامل الكنترول سيرفيس. يبقى انا كده يعتبر جبت الجزئيه دي. طيب لو احنا بقى لما كنا بنقرب الموضوع شويه، احنا افترضنا في الاول خالص ان الفلو بتاعي ايه؟ استدي. طب انا عايز اوصل بقى للجزئيه اللي موجوده فوق دي اللي هي ام ان ماينس الام اوت. لو احنا فكينا القوس اللي موجود هنا دوت، هنقول ايه؟ هنقول ان كل ده طبعا هيساوي صفر. هنقول ان احنا كده عندنا تكامل الرو واحد في الفي واحد بس بالماينس للدي اي، وهنا زائد الرو 2 في 2 للدي اي. طيب انا ليه عملت اقواس كده للرو 2 والفي 2؟ عشان طبعا الدي اي ديت ممكن تكون الرو 2 دي بتتغير بناء على تغير المساحه، والسرعه بتتغير برضو بناء على تغير المساحه، فانا سبتهم زي ما هم بالشكل بتاعي. فانا عندي ده تكامل وده تكامل، كل ده بيساوي صفر. لو ادينا التكامل ده الناحيه الثانيه، فالسالب ده بالنسبه لنا ايه؟ هيبقى موجب. فكده بالنسبه لي كأن الام واحد كل ده كده بالنسبه لنا البرانش ده كده كله بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الام واحد هتساوي الام 2. بدون الدخول في تفاصيل الام دي بحسبها ازاي. طيب احنا كنا بنبسط الموضوع شويه حتى بعد كده في الكونتينيوتي ايكويشن، وكنا بنقول لو الفلو بتاعي انكمبريسبل فبالتالي الرو دي والرو دي ما بتتغيرش بناء على التغير مع مين؟ مع المساحه، فهطلع الرو بره التكامل. فانا ممكن اقول ان الرو عباره عن التكامل بتاع الفي 2، خلينا نكتبها بقى في 2 في الدي اي ماينس تكامل الفي 1 في الدي اي، وناخدها كده عامل مشترك. ده امتى؟ لو كان الفلو بتاعي انكمبريسبل فلو، بلس ايه كمان؟ بلس ان هو اصلا في الاول خالص ستيدي فلو. لو احنا بقى عايزين نزود كمان، وكنا بنقول ان الفلو بتاعي دوت ماشي في يونيفورم داكت. يعني ايه يونيفورم داكت؟ يعني بايب ويز كونستانت اريا. فكونستانت اريا ديت بالنسبه لي السرعه اكيد مش هتتغير بالنسبه للمساحه، لان المساحه اصلا اوريدي ثابته. فبالتالي لما اجي افك التكامل دوت هيبقى التكامل بتاع في 2 في الدي اي كانه هو الفي 2 في الاريا بتاعه البايب كلها، والفي 1 في الدي اي هي برضو الاريا برضو بتاعه الايه البايب كلها، سواء بقى كانت البايب دي مختلفه عن ديت مثلا بي اي 2 وديت مثلا باي 1. فكنا في الاخر بنتوصل لايه؟ ان انا مثلا لو كان الفلو بتاعي مش انكمبريسبل وكان ستيدي وكان بالنسبه لنا يونيفورم داك، فكنا بنقول مثلا ان هو رو 2 في 2 اي 2 بتساوي رو 1 في 1 اي 1. ولو كنا بنقول ان هو انكمبريسبل فلو كنا بنشيل الرو عشان هي ثابته، فكنا بنقول في 2 اي 2 بتساوي في 1 اي 1. طب لو كانت اصلا الاريا كمان ثابته، يعني هي بايب والاي 1 بتساوي اي 2، فكنا كده بنستنتج خلاص ان الفي 1 بتساوي ايه؟ الفي 2. فالاصل بتاع اصلا الكونتينيوتي ايكويشن كان هو ايه؟ هو المعادله دي. فاحنا دايما هنشتغل المعادله دي، بس انت بقى مش هتيجي بقى تقول ايه؟ مش هتيجي تقول دي ام باي دي تي للكنترول سيستم اللي موجوده عندي، لا انت هتكتب على طول البرانش ده والبرانش دوت وتساويهم على طول بايه؟ بصفر. دي كده بالنسبه لنا اول معادله. طيب بعد كده هنخش على الجزء الثاني اللي هو law of conservation of momentum، اللي هو يعتبر القانون الثاني لنيوتن. والقانون الثاني لنيوتن احنا كنا بناخده زمان في الفيزياء ان الفورس بتساوي الكتله في الاريا، صح؟ لو كنا عايزين نجيبه بشكل اشمل شويه، كنا بنقول ان هو عباره عن الفورس في الدي ام دوت في اللي هي الام في السرعه باي دي تي، لو احنا كنا عايزين يعني نجيبه بشكل ايه ان جنرال شويه. طيب لو احنا بقى عايزين نجيب الصوره الاصليه بتاعته هنجيبها عن طريق اللي هو المعادله اللي احنا هنكتبها دلوقتي. خلينا كده نبص تاني على المعادله بتاعتنا اللي هي فوق باللون الاحمر دي. المره دي انت هتعتبر الان بتاعتك في حاله المومنتوم هتعتبرها ان هي عباره عن المومنتوم، عباره عن ايه؟ عباره عن الام دوت الفي. حتى احنا كنا دايما في التعريف بتاعنا في الفيزياء زمان كنا بنقول ان القوه هي معدل التغير في التايم بالنسبه للايه؟
للحركه. طب هو بالنسبه لنا المومنتم بالنسبه لي هو هنا في الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون الام دوت الفي، تمام، اللي هو معدل تغير المومنتم بالنسبه لي في التايم، هو بالنسبه لي هو الايه؟ الفورس. فانا كده عندي المومنتم هي عباره عن الام دوت الفي، فكده الان في الحاله ديت هي عباره عن الام دوت الفي، وبالتالي الدبليو هتكون هي عباره عن مين؟ الفي بس اللي هي الفيلوسيتي. فلما اجي اعوض في القانون عندي هلاقي ان انا عندي هنا الدي ام دوت الفي باي دي تي للسيستم. طب دوت اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن الفورس اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه. فكده كأن الفورس بتساوي ايه؟ بتساوي بارشال بارشال تي للكنترول فوليوم او تكامل الكنترول فوليوم، للدبليو بقى هتبقى هي الفي في الرو في الدي فوليوم، تمام. والجزء الثاني من الكنترول سيرفيس هنشيل الدبليو ونحط مكانها ايه؟ الفي اللي هي السرعه بتاعتنا. يبقى انا كده بالنسبه لنا هنا هيبقى عباره عن الدي الام دوت الفي على الدي تي للسيستم بتاعنا. واحنا قلنا ان الجزء دوت عباره عن ايه؟ هو التعريف اصلا بتاع الفورس. فانا ممكن اقول سمشن الفورس، عشان لو الفورس ديت عباره عن مجموعه من الفورس مؤثره على السيستم كله، فانا بجمعها كلها، هتساوي بارشال بارشال تي لتكامل الكنترول فوليوم اللي موجود عندنا، اللي هو في الحاله دي هيكون الرو في الفي للدي فوليوم، تمام. واحنا بس بنكتب الفوليوم بالمنظر ده عشان نفرق بينه وبين الايه؟ السرعه، بلس الكنترول سيرفيس للرو في الفي للفي دوت الان للدي اي. نفس الفكره بقى لو اعتبرنا مثلا ان الفلو بتاعي استدي، فانت بالنسبه لك البرانش ده كله هيبقى ايه؟ هيبقى بزيرو لو الفلو بتاعنا ايه؟ استدي. وبرده نفس الفكره هنا في الفي دوت الان، لو انا عندي انلت وعندي اوتلت، الانلت دايما هيكون بالماينس والاوتلت دايما هيكون بالبلس. بالنسبه للفورس بقى، الفورس اللي موجوده عندي ديت ممكن تكون في كذا شكل. ممكن يكون عندي هنا بريشر فورس اللي احنا كنا بنسميها الستريس فورس او النورمال ستريس. فبالنسبه لنا البريشر فورس اول حاجه. وعندنا كمان ممكن نشوف الشير فورس، تمام. والشير فورس دي بتكون خاصه اكتر بمين؟ بالفريكشن يعتبر. وكمان ممكن يكون عندنا بادي فورس او جرافيشنال فورس. الجرافيشنال فورس ديت اللي هي يعتبر ايه؟ لو انا عندي مثلا البايب بتاعتي عموديه والفلو بتاعي نازل كده، او البايب برضو عموديه والفلو بتاعي طالع كده، فاكيد هيبقى في فورس اللي هي عباره عن الوزن بتاع المايه نفسها، اللي هي الكتله يعني، اللي هي الدبليو او الام جي. فديت بالنسبه لنا هي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن البادي فورس. البريشر فورس اللي هي يعتبر ايه؟ يعتبر البي في الاي. بس انا دلوقتي البي في الاي ديت انا هجيبها بالنسبه لنقطتين كانلت واوتلت، فانا ممكن اقول الدلتا بي في الايه؟ في الاريا. وهنا الجزء بتاع الفريكشن فورس انت مش هتخش في التفاصيل بقى الفريكشن فورس عباره عن كام بالظبط من الشير ستريس، هو هيقول لك بس مثلا هات الفريكشن فورس وخلاص. في نافير ستوك ايكويشن بقى انت كنت المفروض بتعتبر البريشر دي كانها ستريس او نورمال ستريس اللي هي كانت سيجما، وكنت بتعتبر الشير ستريس ديت بالنسبه لك هي التاو، ولو كان في بادي فورس كنت بتعتبره برضو اللي هو الام جي بالنسبه لك. طيب نافير ستوكس بالنسبه للمومنتم او اللو اوف كونزرفيشن اوف مومنتم، نافير ستوكس هي يعتبر الديفرنشال فورم. الديفرنشال فورم بالنسبه للمومنتم هي بالنسبه لنا نافير ستوكس ايكويشن، واظن انتوا كلكم خدتوا نافير ستوك ايكويشن يعني، بس احنا مش هنحتاجها برضو ايه قوي. هو المفروض الدكتور شرحها في المحاضره وجايب لك الفورمه بتاعتها في المحاضره، بس احنا مش هنحتاجها قوي في الايه؟ في الحل. احنا زي ما قلنا بنحتاج الايه؟ الانتجرال فورم اللي احنا كتبناها فوق هنا دي. فاحنا كده بالنسبه لي في اي مساله هيطلب فيها مثلا الفورس، فهتعوض بيها بالقانون اللي موجود عندك فوق ده. ممكن برضو يجي في مساله يقول لك انا عايز الفريكشن فورس، فانت هتشوف هل الفريكشن فورس دي معاها بادي فورس وبريشر فورس ولا لا. هيجي مثلا في مساله ثانيه يقول لك مثلا انا عايز اجيب الدلتا بي او البريشر ديفرنس، فالبريشر ديفرنس ده انت اللي هو الدلتا بي ديت اللي موجوده هنا، فانت برضو هتجيب البريشر فورس وهتشوف هل برضو معاك في المساله فريكشن فورس او بادي فورس برضو ولا لا. ده كده بالنسبه للايه؟ للجزء بتاع المومنتم والافكار اللي ممكن تيجي في المسائل الخاصه بيه. وطبعا المسائل بقى مش شرط هتحتاج حاجه واحده او هتحتاج معادله واحده، لا انت ممكن تحتاج الثلاث معادلات مع بعض اللي هو الكونتينيوتي المومنتم والانرجي، او تحتاج معادلتين من الثلاثه، او تحتاج واحده بس، يعني ايه على حسب الحاله بتاعه المساله نفسها. خش بعد كده على اخر حاجه بقى بالنسبه لنا اللي هي law of conservation of energy، اللي هي بالنسبه لنا الفيرست لو اوف thermodynamics. خلينا كده نعوض الاول الانرجي دي بالنسبه لي ايه؟ اللي هي اي كابيتال. فالاي كابيتال ديت يعتبر كانها الام في الاي سمول. ده كده بالنسبه لي يبقى كده بالنسبه لنا هنا دي كانها هي الان كابيتال، ودي كده كانها هي مين؟ الدبليو اللي هي الاي سمول. فلما نيجي نحطها في المعادله بتاعتنا هيبقى دي اي باي دي تي للسيستم اللي موجود عندي،
او الكنترول سيستم اللي انا بدرسه ليه partial by partial t الاول تكامل الكنترول فوليوم للرو في الاي في الدي في، بعد كده بلس كنترول سيرفيس للرو في الاي في الفي دوت الان للدي اريا. اللي اختلف معايا بس ان انا شلت الدبليو وحطيت مكانها الاي سمول. طيب هو بالنسبه لي الجزء دوت اللي هو الدي اي باي دي تي للسيستم اللي موجود عندي او للكنترول سيستم، كان في معادله كده من الطاقه او من الثيرموداينامكس بتقول ايه؟ بتقول ان انا دلوقتي عندي معدل انتقال الحراره او الكيو كانت بتساوي الدبليو اللي هو الشغل بتاعي بلس الدلتا اي بتاعه الكنترول سيستم بتاعنا او بتاعه السيستم اللي موجود عندي. فانا لما اجي افاضل الجزء دوت هيبقى بالنسبه لي كيو دوت دبليو دوت، والجزء دوت كانه هو دي اي باي دي تي للكنترول سيستم اللي موجود عندنا اللي هو مين؟ اللي هو بالنسبه لنا البرانش ده، يعني ده كده هو دوت الجزء ده. فدوت ممكن اشيله واحط مكانه كيو دوت ماينس الدبليو دوت، كده كأن هي كيو دوت نت ماينس الدبليو دوت نت هتساوي البرانش دوت. طيب البرانش دوت لو حبينا ان احنا نفترض ان الفلو بتاعي انكمبريسبل وان الفوليوم بتاعي برده ما بيتغيرش مع الايه، مع تغير الكنترول فوليوم دوت او بتغير الاي والايه والرو، فكده كأن الرو بتاعتي ثابته والاي بتاعتي ثابته. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اختصر كده اقول له لو هو بقى ستيدي وانكمبريسبل ممكن اقول له كده يبقى تكامل الرو في الدي فوليوم دوت يعتبر ايه؟ يعتبر هو الام. يبقى انا كده كاني بقول بالظبط بارشل باي بارشل تي للام في الاي. طب هو التفاضل التايم بالنسبه للام في الاي دوت اللي هو احنا كنا بنعتبره ايه؟ بنعتبره الام دوت في الاي، ممكن نعتبرها الجزء اللي هو بتاع الكنترول فوليوم نفسها، يعني دي مش هينفع نعتبرها الام دوت الاي دي عشان ديت بالنسبه لنا منسوبه الكنترول فوليوم، فدي كده كلها بالنسبه لي الام في الاي بارشل باي بارشل تي للام في الاي بالنسبه للكنترول فوليوم كلها. فالام في الاي ديت انا ممكن اعتبرها هي الاي كابيتال. يبقى انا كده كاني عندي معدل تغير الطاقه بالنسبه للتايم في الكنترول فوليوم نفسه. طيب بالنسبه بقى للكنترول سيرفيس اللي هو هيكون فيه الانلت وهيكون فيه الاوتلت، والاوتلت والانلت يا شباب برضو عشان هي للاسف مش متغطيه في المسائل اللي في الشيت. يعني الاوتلت المفروض انت خدتها قبل كده في الفلويد، الاوتلت مش شرط يكون انلت واحد ولا شرط ان هو يكون اوتلت واحد، ممكن يكون مثلا اكتر من انلت واكتر من اوتلت، فانت بتعمل سمشن ليهم كلهم وتحطهم في قلب التكامل بالنسبه للكنترول سيرفيس دوت. يعني مثلا عندي مثلا بايب بالمنظر ده كده، والبايب دي مثلا اتفرقت كده، فانا يعتبر هنا عندي ايه؟ عندي 2 انلتس وعندي هنا برضو ايه 3 اوتلتس. فكأن انت من الاخر كده هتجمع الثلاثه اوتلت وهتطرح منهم الايه الاثنين انلت دوت. الحاله ديت انت عندك كده ممكن يكون هنا الفيلوسيتي مختلفه وهنا برضو الفيلوسيتي مختلفه وهنا الفيلوسيتي مختلفه عن ايه عن هنا، فهيكون مثلا عندك في 1 و2 و3 بس كلهم اوتلت، فبالنسبه لك كلهم هياخدوا الايه الاشاره اللي هي البوزيتيف، وهنا برضو الاثنين دولت انلت فهياخدوا الاشاره الايه النيجاتيف. بس هو في المسائل اللي موجوده في الشيت كلها هو كان بيعتبر دايما ان في انلت واحد واوتلت واحد. هنا لو انا اعتبرت ان الفلو بتاعي انكمبريسبل فهيبقى بالنسبه لنا في الاخر هيديني الام في الاي دوت اللي هو بالنسبه لنا الاوتلت ماينس الام دوت الاي انلت. والاوتلت والانلت اللي انا بقصدهم اللي هو السمشن بقى بتاع دوت والسمشن بتاع ده، يعني انا ممكن اكتبها كده سمشن الام اوت وهنا سمشن الام ان. طيب احنا كنا بنقول في القانون الاول او الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس كان بيبقى عباره عن ايه؟ كان بيبقى عباره عن كيو نت ماينس دبليو نت، وبعد كده كنا بنقول ام دوت اي ان ماينس ام دوت اي اوت، وكل ده كان بيساوي بارشل اي باي بارشل تي للسيستم. بس احنا كنا بنقصد بالسيستم ده دايما هو مين؟ هو الكنترول فوليوم. فلو خدت بالك ان القانون الاول الثيرموداينامكس اصلا هو الايه الجزء اللي احنا اختصرناه من شويه. ليه؟ لان انا لو وديت البرانش التو برانشز دولت او الجزئين دولت الناحيه الثانيه الاوت هتروح بالماينس والانلت هيروح بالايه بالبلس، اللي هو القانون اللي احنا كنا بنستخدمه اوريدي هنا. فدوت لو اعتبرنا الفلو بتاعنا ايه انكمبريسبل، وكذلك برضو يونيفورم ايه يونيفورم داكت عشان الدي فوليوم والدي اريا بالنسبه لنا يكونوا ثابتين. طيب لو هو بقى كان ستيدي كان بالنسبه لنا البرانش دوت هو بكام؟ بصفر، وبالتالي البرانش ده كله هيبقى بصفر. اتمنى كده ان انتوا تكونوا فهمتوا العلاقه بين رينولد والقوانين اللي انتوا كنتوا بتاخدوها قبل كده في الفلويد، وان كلها يعتبر اصلا هي حاجه واحده.